أسعدتم ظهيرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائلة نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار التي نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وضع برامج للدفع بقوة لحفظ المياه والتربة بالإقليم الأوسط. تقديم دورات تأهيلية لمدراء المدارس في إقليم القاش بركة. دعوة لبذل جهود منسقة تحسبا من انتكاسة نهر المياه. روسيا تبحث عن أشلاء ضحايا تحطم طائرة. تكلفة إعادة إعمار العراق تتجاوز 888 مليار دولار، وإغلاق مطار لندن سيتي بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط في الاجتماع الذي عقده في 12 من فبراير الحالي حول الأنشطة الزراعية لعام 2018 عن وضع برامج وخطط لحفظ المياه والتربة والدفع بها قدما. وذكر مسؤول قسم الزراعة والأراضي بالإقليم السيد هيدا ميكائيل إيوب في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الزراعة رفاعين برهة وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، ذكر بأن حفظ المياه والتربة أساس متين لتعزيز الإنتاج والإنتاجية، داعيا الإدارات لتقوية تأطيرها من أجل العمل به عبر مساهمة أهلية فعالة. وقدم السيد هيدا ميكائيل توضيحا مرفقا بالإحصائيات الدقيقة حول مساحة الأراضي الزراعية المتوفرة في الإقليم الأوسط بالنظر إلى مساحة الإقليم والمحاصيل النامية فيه، مشيرا إلى وجود أراضي زراعية تقدر بنحو 29,000 هكتار في الإقليم، منها 26,000 بالمحاصيل و3,000 بالخضروات والفواكه. كما قدم مسؤولون معنيون توضيحا مفصلا حول الأراضي الموضوعة للتمهيد بالاستفادة من تجارب العام الماضي المكتسبة، وكذلك حول كيفية الاستفادة من البذور المحسنة وأهميتها، موضحين عن وضع برنامج لإقامة مدارس في 84 قرية لرفع قدرات ومعارف المزارعين. وألقى حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي كلمة ذكر فيها الأسر لتربية الدواجن والنحل وتنمية الخضروات والفواكه، وداعيا في الوقت نفسه كافة الفروع الناشطة تحت قسم الزراعة والأراضي إلى إدخال برامج تنطلق وتدار عبر الأسر والمجتمع. بدوره أوصى وزير الزراعة السيد رفاعين برهة لإجراء عمليات المتابعة والمراقبة لمكافحة دودة الحشد وقرص مزاهر المناحل بكثرة والعمل لإنتاج البطاطا الحلوة لما تحتويه من تغذية سليمة، موضحا بأن المتابعة والتقييم اللازم للبرامج الموضوعة يبرز فعاليته بأكثر. تم تقديم دورات تأهيلية ل 120 من مدراء المدارس الابتدائية والمتوسطة في مدينة بارنت بإقليم القاش بركة من أجل رفع قدراتهم وإمكانياتهم في القيادة والإدارة. وتركزت الدورة التي نظمها خبراء علم التدريس في وزارة التعليم وفرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة، ركزت على أهمية ومعنى التعليم بالإضافة إلى دور وضع الخطط وسبل تنفيذها في إنجاح البرامج الموضوعة وغيرها. وأوضح الأستاذ حيلا أبهب تاي مسؤول وحدة الأبحاث والموارد البشرية في فرع التعليم بأن الدورة التأهيلية هي مواصلة للدورات المنتظمة لتحسين النتائج التعليمية، مشيرا إلى إجراء المتابعة والمساعدة اللازمة عبر مراكز علم التدريس المشيدة في المديريات. وألقى مسؤول مكتب التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم ألقى كلمة أوضح فيها أهمية الدورة بالنظر إلى التطور التعليمي وإدارة الوقت، مناشدا الدارسين على تعزيز دورهم لإحداث التغيير على أرض الواقع. بدوره ناشد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد فرانكو كبابة للدارسين التفاكر والعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتعزيز فعالية ونتائج الدورة التأهيلية. دعا مسؤول متابعة تعليم الكبار في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ قلاس قبر إلى تعزيز جهود منسقة لكافة الشركاء وخاصة المديريات تحسبا من حدوث انتكاسة محو الأمية. وصرح الأستاذ قلاس قبر وكالة الأنباء عن مشاركة 34,000 من المرأة منذ بدأ برنامج محو الأمية بشكل رسمي بالإقليم الأوسط في 16 مديريات الإقليم و83 ضاحية و136 نقاط التدريس، حيث محت أكثر من 28,000 أميتها. وقال الأستاذ قلاس قبة أن 90% من سكان الإقليم الأوسط الأميين استطاعوا القراءة والكتابة
عن طريق برنامج محو الأمية، موضحا بأن البرامج تشتمل على التمكن من القراءة والكتابة واكتساب القدرات المرتبطة مع التطور المعيشي وتقوية القيم والرؤى. وتبرز مستندات مكتب التعليم بالإقليم الأوسط بانتشار برنامج محو الأمية الذي بدأ بقرى محدودة في الإقليم في العام ما بين 1996 وحتى 2000 في كافة أنحاء الإقليم. وتفيد الدراسة التي أجريت في العام 2016 عن تدني مستوى محو الأمية إلى أدنى درجة، ولذلك أعلن بشكل رسمي عن اختتام البرنامج. أعلن المدير التنفيذي للمكتبات العامة في الإقليم الأوسط الأستاذ إفريم ماتيوس بأن تلك المكتبات ظلت توسع خدمات القراءة الرقمية مصحوبة بخدمات شبكة الواي فاي لتلبية رغبات القراء. وأوضح الأستاذ إفريم بأن مكتبة رورا الرقمية وإدارة الإقليم الأوسط تقدم دعم متواصل لتلك المكتبات التي تساهم بفعالية في تلبية رغبات القراء، بحيث تتوافر لهم كتب تساعد في زيادة معرفة الطلاب وتطور العملية التعليمية، تتراوح أعدادها ما بين 13 إلى 15 ألف كتاب، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المقدمة بالارتباط مع مكتبة رورا التقنية. وذكر بأن القراء يحصلون على الخدمات داخل تلك المكتبات بواسطة الأجهزة الذكية في مسافة لا تبعد 300 إلى 500 متر عبر خدمات الواي فاي. ويتراوح أعداد القراء يوميا ما بين 600 إلى 800 قارئ. وأوضح المستفيدون من تلك المكتبات بأن التطور الملحوظ الذي تحققه تلك المكتبات شكل دافعا لهم من فترة لأخرى، مناشدين الآباء بإرسال أبنائهم إلى تلك المكتبات لترسيخ ثقافة القراءة منذ الصغر. أعلن في التقييم الذي جرى في مديرية مايعين عن تنفيذ عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية بصورة جيدة. وفي التقرير الذي قدمه المدير التنفيذي للمديرية السيد تخلى محاري للمواطنين، أوضح فيه عن تنفيذ أنشطة فعالة في حفظ المياه والتربة شارك فيه حوالي 10,000 مواطن، بالإضافة إلى تطعيم حوالي 54,000 من الماشية. وعبر السكان عن الشعور بالارتياح لبدء صيانة الطريق الهام في حياتهم اليومية بين طريق دقم حارة رونا، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم كل ما يطلب منهم في إطار الجهود الجارية لإكمال متطلبات الخدمات الاجتماعية. المشاهدون الفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. بحث عمال الطوارئ في روسيا وسط حقول مغطاة بالثلوج خارج موسكو عن أشلاء ضحايا حادث تحطم طائرة أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجنة خاصة بالتحقيق في سبب تحطم الطائرة التي تشغلها شركة سراتوف للطيران بعد إقلاعها متوجهة إلى مدينة أوراسك في منطقة أومبورغ الواقع على بعد 1500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة موسكو. ومن بين الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة التي يعمل عليها المحققون الظروف الجوية والخطأ البشري والحالة الفنية للطائرة. ولم يرسل طاقم الطائرة أي إشارة الاستغاثة. ويحلل الخبراء تسجيل الصندوق الأسود للطائرة الذي انتشل من الموقع وأجزاء من جسم الطائرة. قال مسؤولون عراقيون في مؤتمر دولي أن إعادة إعمار العراق بعد 3 سنوات من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية سيكلف 88.2 مليار دولار، مع إعطاء الإسكان أولوية عاجلة بشكل خاص. وتجمع مانحون ومستثمرون في الكويت هذا الأسبوع لمناقشة جهود إعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية بعد خروجه من صراع مدمر مع متشددين سيطروا على نحو ثلث البلاد. وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة التي قادت تحالفا دوليا قدم دعما جويا مهما في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لا تنوي التعهد بأي مبالغ لمؤتمر الكويت. قال مطار لندن سيتي أن جميع الرحلات ألقيت يوم الاثنين بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر التيمس عند مرسى جورج الخامس.
وقالت الشرطة أن القنبلة عثر عليها خلال أعمال في المطار، وأنها عزلت منطقة نصف قطرها 200 متر حول القنبلة. وأضافت شرطة المدينة أنها أخلت المباني في المنطقة المحيطة بالقنبلة كما طوقت بعض الشوارع. وفي الخبر الأخير، انطلق المهرجان السنوي لمدينة أيفيريا شمال إيطاليا بما يعرف بمعركة البرتغال، ويشارك في المهرجان عدة فرق يرتدي أفرادها أزياء زاهية الألوان مثل العصور الوسطى، ويشتبكون في حرب حامية الوطيس في شوارع المدينة يقذفون فيها بعضهم بعضا بحبات البرتقال الطازجة. ويعود تاريخ المهرجان إلى القرن ال12، وتقليد تبادل القذف بحبات البرتقال يعود إلى الثلاثينيات من القرن الماضي. ويتم شحن نحو 500 طن من البرتقال سنويا من جزيرة صقلية إلى المدينة من أجل توفيرها لمرتادي المهرجان. مع مهرجان البرتقال نصل وإياكم أيها السادة والسيدات إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.